ما ينفعش نفطم يا جماعه. مفيش حاجه اسمها عندي مشكله في الثدي وهفطم من ناحيه وارضع من الناحيه الثانيه عادي. هرمون اللبن بيطلع من الغده النخاميه بيروح على الثدي يعمل لبن في الثديين، وما ينفعش منعا باتا ان انا افطم من ناحيه وارضع من ناحيه. كده بخلي الثدي اللي انا فطمت منه او فاهمه ان انا فطمت منه يحتقن اكتر ويجمع لبن ويبقى اكثر عرضه للخراريج، والمشكله فيه تزيد جدا. لازم لا اما هفطم من ناحيتين يا اما هرضع من ناحيتين. ولو عندي مشكله في الثدي هروح لدكتور متخصص ويبدا علاجها صح، لان في حاجات تستدعي ان انا افطم واوقف الرضاعه تماما ونهائيا للطفل دوت من ناحيتين، وفي حاجات تستدعي ان انا اتعالج واكمل رضاعه عادي جدا. وفي حاجات بتتعمل في الثدي بتخلينا ما نرضعش طول العمر، ولازم نبقى عارفينها كويس قوي، زي الحالات بتاعه الالتهاب المناعي المزمن لما بيحصل فيها تليفات كتيره قوي وخراريج متعدده، دي بتخلي فيه تليفات ورا القنوات اللبنيه وبتخلينا ما نعرفش نرضع. واول بعد ما يتم الولاده لازم نوقف الرضاعه على طول عشان ما نخليش الثدي يحصل له خراريج. تاني حاجة العملية بتاعت استئصال القنوات اللبنية، حتى لو من ناحية واحدة بس ما ينفعش أقول بعد ما أحمل وأرضع. بعد ما أحمل هبتدي أرضع وأجرب أشوف الدنيا تمشي إزاي، أو أرضع من ناحية والناحية اللي فيها العملية مش هرضع منها. القنوات اللبنية ما دام اتقفلت أو اتعمل فيها عملية ما بينفعش نرضع، وأول ما بنولد لازم ناخد الدواء وننشف اللبن على طول. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات الثدي. ما ننساش نعمل سبسكرايب لليوتيوب وفولو للفيسبوك والتيك توك والتليجرام. اشوفكم على خير.